من حوالي ساعة انتشر فيديو عن اقتحام مبنى الأمن الوطني في المعصرة بحلوان، وعشان نتأكد من صحة الفيديو كان لازم نستعين بأكثر من طريقة. بس قبل ما تعرفوا النتيجة هقولك هتعمل ايه عشان تقدر بنفسك توصل للحقيقة. أولا خد بالك من الجزء اللي أسفل الفيديو. ثانيا خد بالك من الشخص اللي هدومه متقطعة ومتعور، ومش شخص واحد، لا دول 3 أشخاص هدومهم متقطعة ومتعورين، وده اللي أكدته عملية البحث عن حقيقة الفيديو. وقبل ما تشوف بالدليل القاطع لما تيجي تروح الأمن الوطني، أولا القسم ده عامل زي قلب المفاعل النووي، يعني بيكون موجود في قلب مديرية أمن. يعني في الشارع هتلقى اللي يتحقق من شخصيتك ويقول لك رايح فين، وقبل ما تتحرك ده لو سمح لك وبعد ما يشوف تحقيق شخصيتك هيبعت إشارة عشان يستقبلوك، وتعدي على بوابة واتنين، وقبل ما تقعد في الاستقبال هيكون عارف عنك كل حاجة، ده لو سمحوا لك تدخل. ثانيا لو انت نطيت من سور كل الاماكن متراقبه بالكاميرات. هتقولي والمستندات؟ هقول لك يا راجل بقى في متابعه المجرمين تتعمل بورق A4 متدبس بالشكل ده في جهاز زي الامن الوطني. سيبك بقى من شغل العقل البشري وتعالى ادخلك في عقل الذكاء الاصطناعي بطريقه عمليه تقدر تعملها بنفسك. عملنا تحليل فني عشان نظهر الكتابة اللي على الحيط، ودي كانت النتيجة. تحليل الفيديو أثبت إن الفيديو من أحداث 2011، والدليل الأشخاص اللي هدومها متقطعة ومتعورة، بالإضافة إلى التحليل الصوتي اللي أثبت الذكاء الاصطناعي إنها أصوات مركبة، وده اللي قاله الذكاء الاصطناعي. التسجيل الصوتي المزعوم غير موثق ويبدو معدلا، والفيديو مطابق لأحداث 2011. ركز على الحقائق عشان تتجنب التضليل. تحياتي ليكم وخدوا بالكم من بلدكم.